اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احلى فرحة النهاردة، فرحتنا بجد يعني كانت فرحة جميلة جدا. وكانت عروستنا النهاردة ما شاء الله تبارك الله عليها، يعني مش قادرة اقول لكم كانت جميلة جدا. وبجد يعني فرحتنا ما كانتش تتوصف بيها بصراحة يعني. وادي بقى طبعا ايه الفقرات بقى اللي بيعملوها في القاعات وانتوا عارفين. ادي بقى ده بابا العروسة بقى طبعا، اهو بص فرحان بيها طبعا. ربنا يكمل فرحتك يا رب يا عم زهران على خير، وعقبال ليلتك كبيرة يا رب. وادي بقى طبعا باباها طبعا بقى حط لها بقى طبعا ايه النقطة بتاعتها، وقال له لا هات انا اللي بخرها طبعا. وادي بقى ربنا يفرح يا رب البنات كلها. وادي بقى دي الفقرة التانية اهي، بعد ما العروسة كده وصلت القاعة زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله تبارك الله عليها. وبصراحة القاعة كانت حلوة جدا جدا بصراحة. هي على البحر عند البحر الأعظم كده، جميلة جدا يعني. والمكان كان حلو جدا وراقي بصراحة يعني. دي في الجيزة يا جماعة، القاعة دي في الجيزة أمام مستشفى الرمد. قاعة نضيفة جدا يعني بصراحة وحلوة. وربنا يكمل فرحتهم على خير. وبرضه عريسها ما شاء الله عليه تبارك الله، يعني ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم لبعض، وعقبال الليلة الكبيرة كده بإذن الله إن شاء الله. وانا قلت اشارككم فرحتنا كده معانا. وما تنسوناش في لايك واشتراك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. وكل اللي عاوزاه منكم تكتبوا لها كده في الكومنتات تباركوا لها، وعقبال الليلة الكبيرة يا رب، ويكمل فرحتها على خير بإذن الله إن شاء الله. وربنا يخليهم لبعض يا رب، ويبقوا احلى عرايس كده في الدنيا باذن الله. هما طبعا هنا بقى كده عايشين اللحظه بيرقصوا سلو. ربنا يا رب يفرحهم، ودايما يا رب يبقوا مع بعض كده في فرح وهنا وسعاده. بدعيلكم والله من قلبي، ربنا يخليكم لبعض يا رب وما يحرمكم من بعض ابدا. فقره تاني برضو بصراحه حلوه يعني. هي بصراحه القاعه يعني كويسه مش وحشه، وفي حاجات يعني نضيفه واستقبالهم حلوه جدا. وادي بقى احنا طبعا بنسرع في الفيديو على قد ما بنقدر علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. واحنا طبعا عاملين كاتم الصوت وبنمنتجه عشان انتوا عارفين طبعا ممنوع ان احنا يطلع صوت اغاني ولا كده، بيبقى عليه حقوق طبع ونشر. والف الف مليون مبروك يا حبيبتي، وربنا يكمل فرحتكم على خير يا رب، وعقبال الليله الكبيره ان شاء الله باذن الله. وطالبه منكم كلكم تدعوا لها ان ربنا يسعدها وتعيش دايما في سعاده وهنا يا رب. وهو ده كان الفيديو بتاعنا. قولوا لي ايه رايكم، يستاهل لايك واشتراك وسبسكرايب ولا لا؟ وفرحتنا كانت جميله جدا بصراحه. كفايه الفرح حلوه جدا بصراحه، وبيلم الحبايب وبيجمع كل الناس يا رب. وعقبال كل البنات وكل اللي معاها بنت يا رب تفرح بيها كده، بس ما تاخدوش اي حد بصراحه. دي بقى كده ما شاء الله يعني ليلتها كانت جميله. الف مليون مبروك يا آية، عقبال الليلة الكبيرة يا رب يا حبيبتي بإذن الله. وأحلى ليلة بصراحة يعني. وكفاية اللي احنا بجد فرحانين بيها، لأن هي بنوتة تستاهل كل خير وتستاهل كل حاجة كويسة بصراحة من أدبها وأخلاقها. ربنا يخليها لك يا رب يا أم آية يا حبيبتي، وتفرحي بيها وبإخواتها يا رب، وعقبال إخواتها وحبايبك كلهم. يعني بصوا انا ضغط له اصلا، يعني انا من اللف اللي بيلفه ده انا ضغط اصلا. بس بصراحة يعني كانت ليلتها حلوة جدا ما شاء الله عليها، ربنا يفرحها يا رب. وهو ده كان الفيديو بتاعنا. قولولي ايه رأيكم، والف الف مليون مبروك. وقلت اشارككم فرحتنا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.